والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحمام. أقسم وصدق، والله لو أن قلوبنا سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان. ما أكثر الساعات التي تمر بنا ونحن نحرم منها، لا نستفيد منها، تذهب سبهللا. والعمر والزمن أغلى من الثمن، أغلى من الذهب وأغلى من الفضة. الذهب والفضة لو ذهبت يأتي بدلها شيء، لكن العمر والزمن لا يأتي بدله شيء. إذا ذهب ما فيه رد، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. حتى إذا جاء أحدهم موت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ما في رجوع. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أنت الآن في مهلة، اغتنم الوقت، اجعل لنفسك حزبا من كتاب الله عز وجل، اجعل لنفسك وقتا للعمل الصالح. قم في آخر الليل ولو نصف ساعة قبل الفجر، ناجي ربك، ادعو، لأنه تعالى ينزل السماء الدنيا يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من الذي لا يقدر أن يقوم قبل الفجر بنصف ساعة؟ أمر بسيط جدا. نحن نسأل الله أن يرحمنا برحمته. لا نقوم ثلث الليل ونصف الليل، لكن أفلا يمكن أن نقوم نصف ساعة فقط نذكر الله فيها، نتوضأ، نصلي ما شاء الله، نوتر. هذا أمر أظنه بسيطا جدا. كذلك أيضا نجعل حياتنا كلها ذكرا لله، فإن المؤمن الكيس هو الذي يجعل حياته كلها ذكرا لله، لأن في كل شيء أمامنا آية من آيات الله، آية من آيات الله. فإذا ذكرنا هذا الشيء الذي أمامنا من آيات الله ذكرنا بذلك الله عز وجل، ذكرنا الله، فيكون الإنسان دائما يذكر الله عز وجل بما يشاهد من آيات الله الكونية، بل بما يشاهد من نفسه وتقلباته. القلب الآن أنا أسألكم، هل قلوبكم على وتيرة واحدة دائما؟ لا، في غفلة أحيانا، في إنابة أحيانا، في تذكر أحيانا، في حياة بينة أحيانا يحيا قلبك حياة تتمتع بها مدة من الزمن تتذكرها. ربما تتذكر حالة وقفت فيها بين يدي الله عز وجل مصليا ساجدا ولا قبل 30 سنة أو أكثر حسب عمر الإنسان، لأنها أثرت في قلبه. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن نستغلها وأن لا نغفل، فالغفلة موت، قسوة للقلب وموت للقلب. يقول والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، حزنا تتقطع من حرمانها، لكنها سكرى لحب حياتها الدنيا. وصدق، القلوب سكرى بل بحب حياتها الدنيا، تسعى للدنيا أولا وآخر. ينام الإنسان وهو يفكر في الدنيا، يستيقظ وهو يفكر في الدنيا. نعم. ومتى تفيق؟ قال وسوف تفيق بعد زمان. متى؟ عند الموت يفيق الإنسان، يقول ليتني فعلت. وأشد من ذلك إفاقة إذا كان يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ يا ويلتى ليتني لم أتخذ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قال الله تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا. أو يقولها القائل نفس اللي عض عليه يقول وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهناك لا ينفع الندم، عند الموت لا ينفع الندم. أسأل الله تعالى
بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن يغتنم الأوقات بالأعمال الصالحات، وأن يثبتنا عند الممات وبعد الممات، وفي يوم يجعل الولدان شيبا، إنه جواد كريم.